يا صباح السعادة على أحلى متابعين في الدنيا. لو أول مرة تتفرجوا عليا، أنا اسمي نيرة سليم في سنة أولى طبخ. تحياتي لجميع الناس اللي بتشوفني وتدعمني من جميع الدول العربية، وشكرا جدا ليكم على تعليقاتكم الحلوة. طبعا قناتي بتكبر بيكم وليكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا كلنا بنحبها. هنعمل داوود باشا. طبعا تعالوا نقول مقاديرنا ايه. معانا بطاطس متقطعه مكعبات، معانا كوبايتين من صلصه الطماطم، معانا معلقه صغيره من الثوم، معلقه كبيره من الطماطم الجاهزه، معانا فلفل متقطع مكعبات صغيرة، معانا برضو بصلاية متقطعة مكعبات صغيرة، مكعب مرقة. ده بالنسبة للبطاطس وصلصة الطماطم. تعالوا نقول مع بعض هنجهز الكفتة بتاعتنا ازاي. معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة، بصلاية كبيرة مبشورة، معلقة من البقسماط، ملح فلفل، بهارات 7 بهارات لحمة. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجة ان شاء الله هنعملها مع بعض، هنجيب بولة. طبعا ما احنا معانا معلقتين من الدقيق كبار. هقول لكم هنعمل بيهم ايه. اول حاجه هننزل بسم الله الرحمن الرحيم كده، هننزل باللحمه المفرومه، هننزل عليها بالبصلايه المبشوره. طبعا هنحط بهاراتنا. اول حاجه هنحط الملح. طبعا بقى البهارات دي يعني تزودي وتقللي فيها زي ما انت حابه. معانا نص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود، وانا مش هكتر عشان عندي بنوتاتي صغنطاطين. هحط برضو نص معلقه من البهارات السبعه. هحط نص معلقه صغيره من البهارات اللحمه بالشكل ده كده. هنزل عليها بالمعلقه الكبيره من البقسماط المطحون طبعا، وهقلب كل المكونات مع الكفتة لحد ما كله يتماسك وتجانس مع بعضه لمدة 10 دقايق بالظبط. هنعجنها. انا عجنت اللحمة بتاعتي اهي لمدة 5 دقايق ل10 دقايق، بقت معايا بالشكل ده. طبعا هاخد حتت من اللحمة وهكورها على كرات كده بالمنظر بالشكل الجميل ده، بالشكل ده كده لحد ما اخلص الكمية اللي معايا. واقول لكم هنعمل ايه. هناخد حته، وطبعا يعني نخليها كل نفس المقاس زي ما انتوا حابين، تكبروا بقى تصغروا بالشكل دوت. هخلص الكميه اللي معايا وارجع لكم. وزي ما احنا شايفين خلصت كميه الكفته بتاعتي، عملتها كور. طبعا معلقتين الدقيق اللي قلت لكم عليها هنحضرهم دلوقتي. هجيب معلقه. طبعا محضره البوتاجاز بتاعي، حاطه فيه طاسه عليها نص معلقه من الزبده على معلقه من الزيت. هنزل بكرات اللحمه بتاعتي كده بالشكل ده كده، يا دوبك بس تاخد حاجه بسيطه من الدقيق، وهنزلها في الطاسه يا دوبك تاخد لون بس. هنعمل مع بعض كمان واحده بالشكل ده كده، بس حاجه بسيطه خالص. شايفين بالشكل ده كده. هخلص باقي الكميه اللي معايا. وزي ما احنا شايفين انا عملت كل الكرات بتاعت الكفته بالدقيق، غطيتها بالدقيق بس حاجه بسيطه. طبعا الخطوه دي مهمه جدا. طبعا عليت النار وهسيبها اول بس ما تاخد لون من تحت، هقلبها على الناحيه التانية على طول. شايفين بالشكل ده كده. يا دوبك بس تاخد معايا اللون اللي انا محتاجاه، مش اكتر من كده. شايفين طبعا نص معلقه الزبده اللي احنا حطيناها على معلقه الزيت هتدي تطعيمه جميله قوي للكفته. شايفين بدات تاخد اللون ده ازاي. اول ما احس ان باقي الكفته اخدت معايا نفس اللون هقفل عليها على طول. بس كده خلاص، هو ده اللون اللي انا محتاجاه.
في الكفتة بتاعتي. هحطها بقى على جنب كده. تعالوا مع بعض اقول لكم هنعمل ايه. هجيب طاسة وهحطها على النار او حلة. نزلت بمكعبين من الزبدة على معلقتين من الزيت لحد ما يسيحوا بقى بالشكل ده كده. تمام. هنجيب البصل بتاعنا وهننزله. هننزل بالبصل بتاعنا متقطع صغير. احنا دلوقتي هنعمل تسبيكة الطماطم مع صوص اللحمة بتاعنا. تمام. اول ما ياخد اللون الذهبي بدأت البصلة بتاعتي تصفر، هنزل عليها معلقة من الثوم المفروم او الثوم الصحيح عادي، نقطعهم مكعبات صغيرة بالشكل الجميل ده. طبعا ايدنا كده في البصلة والثوم عشان ما تتحرقش مننا، عشان نتفادى ان هي تتحرق. بجد الريحة رهيبة. هو ده اللون اللي انا عايزاه. طبعا انا ما عنديش صلصة متسبكة، ان شاء الله هنعمل مع بعض حلقة طماطم متسبكة. فجبت طماطم وضربتها في الخلاط عادي جدا. نزلت عليها على البصل والثوم. هنزل بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة. هنزل بكوباية من المية السخنة. هنزل بمكعب من المرقة. هنزل بالفلفل الرومي بتاعي اللي انا مقطعاه مكعبات صغيرة. ده اختياري، حابة تحطي حطي، مش حابة مفيش اي مشكلة، انا هحطه. هنزل برشة من السكر، فلفل اسود، ملح. اللي انت حابه بقى تحطيه، يعني عايزه تكتري الملح كتري حسب ما انت بتحبي. هنزل بمعلقه صغيره من البابريكا وهقلب كل ده مع بعض. هناخد نتيجه هايله لصلصه الكفته. البطاطس بتاعتي اللي انا غسلاها مقطعاها مكعبات بالشكل ده هنزلها في الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهغطيها ومش هننزل باللحمه دلوقتي. شايفين البطاطس والصلصه بدات تتسبك، والفلفل الرومي عطى ريحه جميله قوي قوي للبطاطس بتاعتي. الكفته بتاعتنا بقى اللي احنا عاملينها هننزلها بالشكل ده كده. بالشكل القمر ده كده، وهنغطي عليها تكمل سوي. بجد اكله حلوه قوي انا بحبها وبتدفي في الشتاء جدا. شايفين الجمال. طبعا بتدفي في الشتاء جدا. طبعا عقبال بقى ما الكلام ده يخلص معايا ويستوي هروح اشطب المواعين اللي مستنياني في الحوض. طبعا ما ننساهاش ونخلص اول باول عشان المواعين ما تتقارنش علينا ونتعب. يلا، عشان المواعين لما بتتراكم نفسيتنا بتتعب، فاحنا نخلص اول باول عشان ما نتعبش وتبقى حاجة سهلة وبسيطة. شايفين معايا بتستوي ازاي؟ بجد الريحة رهيبة. طبعا هتكمل سوا، انا بس بوريكم. وزي ما احنا شايفين البطاطس بتاعتي الصلصة غلت واستوت، بس انا بحب ادخلها الفرن اكتر، فمقطعه حلقات من الفلفل هحطها كده في ارضية البايركس. انا بحب الفلفل الرومي في الاكل جدا، وبرده مفيد عشان اولادنا، فما فيش اي مشكله. انا حطيته بالشكل الجميل ده. هسمي بسم الله الرحمن الرحيم وهبدا انزل بالبطاطس واللحمه بتاعتي.
هسويها بالشكل ده بقى، بالشكل القمر ده. شايفين معايا؟ طبعا انا مولعه الفرن مسبقا على درجه حراره 200. هدخله الفرن. شايفين الجمال؟ بجد حكايه. وده شكلها معانا بعد ما طلعت من فرن. طبعا شكلها بيتكلم عن نفسها، بجد جميله جدا. تعالوا نقدمها. وزي ما حضراتكم شايفين قدمتها بالشكل القمر ده. شايفين الكفتة والبطاطس طالعة جوسي وتحفة جدا، بجد جميلة قوي ما شاء الله، والصوص بتاعها رهيب. انا حبيت اقدمها بالشكل دوت. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. دمتم سالمين احبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.